تعرف إن المستشار والطبيب الشخصي للقائد صلاح الدين كان راجل يهودي؟ أيوه، زي ما سمعت كده بالظبط، راجل يهودي اسمه موسى ابن ميمون، وده أشهر راجل يهودي دخل مصر واستوطن فيها. موسى ابن ميمون من أصل قرطبي، درس علوم الفلسفة والطب من جامعة قرطبة اللي بناها المسلمين، لكن بعدها خرج من قرطبة إلى فلسطين بسبب الاضطهاد في الأندلس، ومن فلسطين دخل مصر واستقر فيها وعاش مع المصريين، وكان بيشتغل وظيفتين مهمين جدا. الوظيفة الأولى كان رئيس للطائفة اليهودية في مصر، والوظيفة الثانية كان الطبيب الخاص للسلطان صلاح الدين، وكان من أهم مستشاريه. وسمح له السلطان صلاح الدين ببناء معبد يهودي في مصر. لما مات موسى بن ميمون عام 1204 دفنوه في مدرسة جنب المعبد، وبعدها جم مجموعة من اليهود نقلوا رفات جثته إلى مدينة طبرية بفلسطين. والمعبد ده يا عزيزي موجود حاليا في حارة اليهود بالجمالية بالقاهرة، تقدر بنفسك تزوره.